السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة على طريقتي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. هنجيب البتنجان ونغسله كويس جدا ونقطعه 4 تربع و... ونقطع كل ربع كده زي ما انتم شايفين مكعبات. تمام، دي احسن من الحلقات بكتير علشان بتبقى قد اللقمه كده، ما بتبقاش مثلا كبيره وتفضلي بقى تعفري في ان انت تقطعي في الحلقات يعني. بتقطعي كده، وكمان بتقشري البتنجانه زي الشطرنج كده، بحيث ان احنا ما نستغناش عن القشره كلها. فايده، وبتدي كمان طعم كويس في الطاجن بتاع المسقعه. زي ما انت شايفه التقشير اهو. متنسوش تصلوا على النبي. وتعملوا اشتراك للقناه وتدوسوا على اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. نسب المشاهدة عالية جدا جدا جدا، بس للأسف محدش بينزل يدوس اللايك أو يشترك في القناة. فأتمنى منكم الدعم علشان خاطر قناتنا الصغيرة تكبر بيكم ونكون عيلة كبيرة كده إن شاء الله عن قريب. دلوقتي حطينا نص معلقه ملح كده على البتنجان، ونحطه في مصفى ونسيبه ينزل الميه بتاعته كلها، علشان ده هيبقى سبب في ان البتنجان بعد كده واحنا بنقليه ما يشربش الزيت، ما يشربش منك زيت يعني. وهنقطع طبعا فلفل رومي وفلفل سبايسي لو حابه. تمام. وبطاطسية نقطعها مكعبات صغيرة، حابة تضيفيها تمام، مش حابة تضيفيها برضو ممكن تستغني عنها. هنجيب حلة ونحط فيها شوية زيت صغيرين. ما تحطيش زيت كتير لان كفايه جدا الزيت اللي هيبقى في القلي، فمش عايزين نبالغ في الماده الدهنيه في الطاجن. نزلنا ببصلايه مفرومه، عايزاها تصفر كده تاخد لون اصفر كويس يعني حلو كده، ما يبقاش مبيض. وهننزل باللحمه المفرومه، اذا كانت عندك متعصجه وشايلها في الفريزر، او عندك اللحمه فريش. وكذلك برضو الطماطم اذا كانت متفرزه عندك او برضو فريش. وهننزل بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود ورش السكر. مش عايزين هنا العصاج ده او التسبيكه دي تتسبك، هي يا دوب بس يغلي غلوه وخلاص، لان هي متنسيش ان هي تدخل الفرن، فهتتسبك كويس مع البتنجان والحاجه في الفرن. بس كده. هنبدأ بقى دلوقتي نقلي البتنجان والفلفل والبطاطس. يلا بينا نقلي اهو. هنا بوريكي ان البتنجان نزل الميه بتاعته دي بيبقى فيها المرار، وكمان بتخلي البتنجان يشرب زيت. فالفكره بتاعت ان انت تحطي ملح على البتنجان بتمنع ان البتنجان يشرب زيت. بس كده. هنقلي بقى. وقولوا لي برضو افكار لوصفات انتوا حابين ان انا اعملها لكم. و... و... ولسه في وصفات كتيرة جدا هبدأ اعملها ان شاء الله بخصوص رمضان، زي السمبوسك باللحمة والسمبوسك بالجبنة وطواجن كتير وصواني ومحاشي وحاجات كتير من اللي انتوا بتحبوها. ربنا يبلغنا رمضان يا رب، لا فقودين ولا مفقودين. ف يلا بقى شجعوني وحطوا اللايك واشتركوا في القناة علشان عيلتنا الصغيرة تكبر بيكم ويوصل لكم مني كل جديد. دلوقتي هوريكي وانا بشيل البتنجان من الزيت قد ايه هو مش شارب زيت خالص. وحاولي دايما وانت بتعملي مسقعه تقللي الدهون علشان ما تبقاش تقيله وتبقى مزيته منك، فاهماني؟ اهو زي ما انتم شايفين البتنجان مش شارب زيت خالص. يلا بقى هنكمل الخطوات لحد ما نخلص الكميه كلها. وهنطبق مع بعض دلوقتي الطاجن او البايركس او الصينيه بتاعتك. وفي الوقت ده هنبقى شغلنا الفرن على اعلى درجه حراره، وهندخل الصينيه او الطاجن او البايركس بتاعك في الرف اللي في النص. بتقعد تلت ساعه بالكتير قوي، او يعني 25 دقيقه وبس كده. تمام. جربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا، من غير توم ومن غير خل. متاكده انها تعجبك. بناخد البطاطس كده لون اصفر، تحميره بسيطه والهي والفلفل. ويلا بينا نبدأ ان احنا نرتب الطاجن.
او البايركس يعني. هنحط في الاول الطبقه اللي تحت ديت معلقه كبيره كده من العصاج اللي هو بالطماطم، وهننزل بكل المكونات بتاعتنا، البطاطس والفلفل والبتنجان. وعلى الوش بقى هنحط العصاج بتاعنا، وهنضيف كده قرن فلفل سبايسي او رومي، وهندخلها الفرن. تتقدم بقى جنب مخلل وعيش، ويبقى الف هنا على قلوبكم. اهو دخلناها الفرن، طلعت بالمنظر ده. يلا نشوف مع بعض هي شكلها قد ايه من جوه، مغري ولذيذ جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.